موضوع النهارده مهم جدا وناس كتير قوي دايما بتسأل عليه وبيعمل لخبطة عند ناس كتير قوي، حوامل خصوصا الحوامل الأول مرة. وهو هنولد طبيعي ولا نولد قيصري وأنهي أحسن ونختار إيه؟ أول حاجة احنا مش بنختار. لو كل حاجة ملائمة للولادة الطبيعية، وضعية الجنين، وزنه، الحوض كويس، الرحم بدأ يفتح، لو كل الفاكتورز دي كويسة وماشية مظبوط يبقى احنا هنولد طبيعي. لو في اي مشكلة تانية زي اللي هنقولها بعد شوية يبقى احنا هنولد قيصري. يعني ايه ميزات وعيوب كل حاجة؟ كل حاجة ليها ميزات وعيوب، ما نقدرش نقول ان الولادة القيصري احسن من الطبيعي ولا ان الطبيعي احسن من القيصري. في ناس جسمها بيتعب جدا في الولادة الطبيعي وبيعانوا بعد الولادة بسبب الغرز والجرح اللي بيحصل بعض ساعات، وفي ناس في الولادة القيصري ما بيتعبوش خالص وما بيحسوش بالجرح وبيقوموا ويتحركوا عادي. ده بناء على ايه؟ بناء على جسم كل واحدة. فما نقدرش نقول انه في حاجة احسن من التانية. طبعا الولادة الطبيعي عندها مميزات اكتر، انه مبدئيا التعب كله بيبقى قبل الولادة، وانس ان احنا ولدنا بعديها بكام ساعة بنقوم ونتحرك ونعيش حياتنا طبيعي جدا، فيما عدا بعض الحالات القليلة اللي بتتعب جدا من الغرز ومن الجرح بتاع الولادة. طبعا احنا بنقول الولادة الطبيعية اللي بتمشي سهلة وبسيطة، مش اللي بنقعد نعافر فيها وبتطول وبيحصل فيها مشاكل ونضطر نولد المريضة يا اما بالفنتوز او بالفورسبس اللي الناس بطلت تستعملها دلوقتي. الولادة الطبيعي بتحصل ازاي؟ بتحصل ان احنا بنستنى في الشهر التاسع لما يجيلنا علامة من علامات الولادة الطبيعي، زي انه يجيلنا مغص منتظم وتحجيرة في البطن تقعد دقيقة، وساعات بتخبط في ظهرنا وتبتدي تيجي بانتظام كل 10 دقايق والمغصة تقعد دقيقة، او تنزل مية تغرقنا، ده معناه انه جيب المية اللي حوالين الجنين اتفتح، او ينزل مخاط بدم اللي هي الشو او علامة الولادة ان عنق الرحم بدأ يفتح. في الحالات دي بنبتدي نتحرك ونروح للمستشفى، بيبصوا علينا في الطوارئ نتأكد ان احنا في ولادة طبيعية، فبنخش المستشفى وبنفضل تحت الملاحظة كده ونستنى الرحم يفتح لغاية لما يوصل 10 سنتي فيقدر يعدي الجنين. طب الألم والتعب اللي بنحس بيه في الولادة الطبيعي، عادة أول ما بنبتدي نحس إنه الألم شديد ومبقاش يحتمل بندي حقنة الإبيديورال، ودي حقنة بناخدها في الظهر بتضيع إحساس الوجع. بقية الأحاسيس كلها بنبقى حاسينها، سواء اللمس سواء الطلق نفسه، لكن ما بنحسش بألم. دي بتساعد طبعا إنه تجربة الولادة تبقى تجربة مريحة، وبتسهل جدا على السيدة وقت الولادة لغاية لما نوصل الوسع المظبوط 10 سنتي. بعد كده بندخل العمليات ونطلع البيبي. الولادة الطبيعية كلها معتمدة على الأم، هي اللي بتحزق وهي اللي بتزق البيبي لبره. الجراح كل اللي بيعمله ان هو بس بيساعدها ويضمن انه ما يحصلش جرح او ما يحصلش جرح كبير لو حصل، وبعد كده طبعا بيخيط الجرح لو حصل، والمريضة بتقدر تقوم وتتحرك عادي بعديها بنص ساعة او ساعة على حسب برضو كل واحد. طب ايه اللي بيساعد في الولادة الطبيعي؟ اللي بيساعد هي التمارين الرياضية، نمرن عضلات الحوض بتاعتنا، نمرن عضلات البطن والظهر، نمشي كتير، الشرب المية الكتير، كل ده بيسهل جدا الولادة الطبيعية. طب امتى بنلجأ للولادة القيصرية؟ بنلجأ للولادة القيصرية في حالات كتير جدا، اولها ان احنا نكون ولدنا قيصري قبل كده. الحاجة التانية انه يبقى عندنا مشكلة تعوق الولادة الطبيعي، يا اما البيبي مقلوب براسه فوق مش تحت، يا اما عندنا ورم ليفي بيزق البيبي قافل على البيبي من تحت فبالتالي مش هنعرف نولد طبيعي، يا اما الحوض بتاعنا ضيق جدا، او عندنا المشيمة تبقى سابقة راس الجنين. دي حالات بنضطر نلجأ من الاول على طول للولادة القيصرية. لكن بعض اوقات واحنا في خلال البروسيس بتاع الولادة الطبيعي يحصل مشكلة فنضطر نلجأ للولادة القيصرية حتى لو احنا ماشيين في خطوات الطبيعي. ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن نبض البيبي يبتدي يبطأ وده معناه ان البيبي ابتدى يتعب، ممكن المية اللي حوالين البيبي تبتدي تغير لونها فبالتالي ده بيبقى معناه انه برضو الجنين ابتدى يتعب جدا فما بنقدرش نستنى، ممكن الرحم يبقى ما بيفتحش بصورة مظبوطة، يعني فتح لغاية 3 أو 4 أو 5 سنتي وبعد كده توقف، على الرغم من وجود طلق اتوقف إن هو يفتح أكتر من كده، وبالتالي دي علامة إن إحنا لازم ندخل الولادة القيصرية. راس البيبي بتكون عالية جدا مش داخلة في الحوض، وبالتالي بنقلق إنه ما تنزلش ويبتدي البيبي يتعب، أو إنه الحبل السري يسبق راس البيبي، ودي حالة خطر جدا وبنضطر نجري على أوضة العمليات ونعمل ولادة قيصرية. ايه عيوب الولادة القيصرية من وجهة نظر ناس كتير؟ هو طبعا الجرح اللي في البطن، الريكفري بتاعها بقى احسن كتير عن زمان، لكن برضو بيبقى عندنا جرح
بنقعد حوالي 4 أو 5 أيام في البيت، حركتنا بتبقى محدودة شوية. غير كده مفيش أي مشاكل تانية ممكن نبقى بنواجهها بسبب الولادة القيصري. إذا إحنا بنلجأ للولادة القيصري لو في حاجة تعوق الولادة الطبيعية. زي ما قلت في الأول، هو مش اختيار، مش بنختار نولد طبيعي أو قيصري، لا إحنا المفروض إن إحنا بنحاول في الطبيعي العادي، لكن لو عندنا مشكلة بنلجأ للولادة القيصرية. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الكلام اللي قلناه النهارده. لو عندكم اي اسئله ممكن تبعتوا لنا على الدي ام او زورونا في العياده عشان نقيم كل حاله.